السلام عليكم، كيف الحال؟ كيف أنتم يا خبره؟ بخير. أتمنى من جميع الصحفيين في الشمال كل النشطاء ركزوا فقط على محافظاتكم، ركزوا على ما يحدث في الشمال، اتركوا الجنوب وشأنه. عموما يا ابناء الجنوب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أو مساء الخير. من أمس حتى اليوم نرى ردود فعل غير مبررة وغير طبيعية باتجاه الإعلامي الكبير لزقه. عموما أنا جيت أحط بعض النقاط عشان تفهموا هؤلاء كيف يفكرون وكيف يستقون معلوماتهم وكيف يطعنون في الناس على عقاله. أولا الرجل حتى تعرفوا إذا كان صاحب مبدأ أو صاحب من يدفع أكثر. الرجل خلال 4 سنوات كان في الحراك الجنوبي. وطن احتل في العام 1994 ويجب أن يحرر ويجب أن تعاد استقلال الجنوب وحريته. ثم انتقل إلى المجلس الانتقالي الجنوبي والمجلس السياسي الانتقالي الجنوبي هو جاء اليوم لإنصاف الجنوبيين لوضع قيادة تمثل الجنوب في أي مفاوضات قادمة لإدارة المناطق. نحن الأولى بإدارة مناطقنا. أنا شخصيا لا أعتقد ولا أقبل أن تدار عدن من مارب أو حتى من الرياض. إلى مرحلة في مقابلة تلفزيونية يقول بأن الإمارات هي الوحيدة التي قدمت انتصارات للشرعية داخل البلد. عدد الشهداء الإماراتيين أكثر من شهداء الإصلاح أساسا. ما قدمت الإمارات أكثر مما قدم الإصلاح لليمن منذ عام 1990 حتى. ثم بعد ذلك رجع وتحول إلى الشرعية وبدأ يطعن الأطراف الأولى. ثم بعد ذلك بدأ يغازل أسرة عفاش والزعيم وفي ظل الزعيم وفي مرحلة الزعيم. أنا على عبد الصالح، أنا أشعر أن المجتمع ظلم الرجل. ثم بعد ذلك تحول إلى دولة السفير الكبير أو قال ما قال. هذه مجرد عشان تعرفوا إنه الرجل هذا عبارة عن بوق لمن يدفع أكثر لا أقل، لأنه الإنسان صاحب المبدأ لا يتغير. أنا عندي مبدأ مؤمن فيه، يعني هو هنا في الصميم، حتى لو تغيرت في تقديم هذا المبدأ لكنه المبدأ يظل ثابت. عموما الرجل هذا مسخر كل الكراهية والحقد تجاه الجنوب خلال المرحلة الأخيرة يعني، وبالذات يخص المثلث. عنده مرض اسمه المثلث. حتى يافع هذه اللي قدمت له خير كبير من سابق يوصف واحد من كبارها الدكتور البروفيسور عبد الناصر الوالي يقول هذا البعم. هذا احترام لكم يا ابناء يافع، وهذه رسالة للتجار ما أذكرهم حاليا بس هم عارفين أنفسهم وعارفين إيش قدموا له. هذا مسخر كل وقته للنيل من الضالع اللي قدمت الكثير للجنوب، مسخر كل وقته للنيل من ردفان اللي الآن أكثر فاتورة دفعت في هذه المرحلة من ردفان الجريحة. بكراهيته يكره هذه المناطق كره العمى. ليش؟ ايش عملوا فيك؟ مش عارفين. هل شفتوا اعلامي حتى الان يكره ابين منطقه الرجل او انه ينال من ابناء ابين؟ لا والله، ابين على رؤوسنا، حتى لو في اخطاء فرديه ليست لابين، هي لاصحابها فقط. ابين قبائلها، مديرياتها، مناطقها كلها داخل القلب. اقسم بالله لا يمكن نساوم على هذه المرحله لانه هذا وطننا. عموما يا أخوة، الرجل تكلم عن مسألة فساد المجلس الانتقالي الجنوبي، وقال خلال 10 أعوام نهب ما لم ينهب خلال 35 عاما. قلنا بنعمل مقارنة. ميناء السر الدولي اللي يربط الاتحاد الأوروبي بالصين اللي هو في العر أو في الحج في يافع، نهبت المجلس الانتقالي خلال 10 أعوام فعلا ومبالغ مهولة جدا. سوق القاتل المركزي في المنصورة يا رجل كانوا باليوم الواحد يدخلوا منه مليارات. سوق الخضار المركزي اللي من خلاله تصدر إلى 155 دولة أجنبية كان تحت المجلس الانتقالي. فهمتم؟ عشان تفهموا هذه من وين مصادر النهب اللي كان ينهبها المجلس الانتقالي. وسوق الملح وسوق كثير من الأشواء ودكان عبد الهادي الشرعبي كانوا كمان يأخذوا منه، ومغسلة السامعي وكثير من الأمور كان المجلس يهبر أبوها هبر. خلال 35 عاما لم يتحدث الرجل عن، أنا أقول لكم هذا الفساد كله هو بير نفط نهب منه خلال 35 عاما. ما أقول لكم إنه كل النهب اللي صار أو لنظام كامل، لا، إلا بير نفط. هذا الإيرادات اللي يتكلم عنها الشيخ حقنا.
عموما المجلس الانتقالي أو أحد نشطاء المجلس الانتقالي قال له أنا بتحداك أنك تتكلم على آبار النفط اللي اكتشفتها القوات المسلحة الجنوبية في وادي حضرموت. قال لهم هذه مرحلة من الفساد السابق طويت وخلاص لازم نبني على المستقبل. طيب يا شيخ ليش ما تكلمت بهذا المنطوق وبهذه النبرة تجاه فساد المجلس الانتقالي إن كان صحيحا؟ بل جاء يتكلم بالرقم، بالسند، بتاريخ السند، باسم الشركة المحولة، باسم الشخص اللي استلم، باسم الشخص اللي يعني هل هذا هو صاحبنا الإعلامي المحايد الإعلامي الكبير اللي يبني الوطن؟ عموما ما عاد أطول عليكم، هذا باتجاه الفساد. الشيء الأخير يتكلم عن ممثلي المجلس أو في مجلس القيادة الرئاسي، وقال إنه نصهم من الجنوب نصهم من الشمال والحكومة كذلك. يا رجل يا شيخ احترم عقول الناس. إذا كان المجلس القيادة الرئاسي اختلف فيما بينه، كان يمثله عيدروس الزبيدي والبحسني وأبو زرعة وكان مساند لهم داخل المجلس طارق عفاش حينها. اليوم بناخذ الجنوب عبد الله العليمي اللي خرج بخطب الجمع، وانتم عارفين ارجعوا إلى اليوتيوب سجلوا العليمي يتكلم عن الحراك في ساحة البنوك. شوفوا ايش كان يقول الرجل في حق الجنوب. هذا اللي هو شمالي أكثر من الشماليين، هذا بيجي يتكلم اليوم باسم الجنوب، باسم مظالم الجنوب، وباسم عدم القفز على الجنوب. الخنبشي يا رجل هل هذا بيتكلم باسم الجنوب؟ حقتني الله لا وفقك. طيب بالنسبة للحكومة يا رجل، كان معنا رئيس الجمهورية عبد الربو منصور هادي من أبناء الجنوب، وكانت الحكومة أغلبها من الجنوب. إيش اللي قدموه للجنوب عشان تتكلم على مناصفة وكلام فضفاض من هذا الخبر؟ ب94 حتى في 94 الشماليين ما كان لهم أن ينتصروا على الجنوب إلا بأبناء الجنوب في حرب الغزوة وفي احتلال الجنوب. عموما يا جماعة أنا أخيرا بقول لكم هذه نصيحة من أخ ومحب لكم يا أبناء الجنوب. زي هذه الشكليات أو زي هؤلاء الأشخاص، كل اللي عليكم لو تحبون الجنوب فعليا تدخلوا إلى صفحاتهم، تعملوا إلغاء متابعة، إلغاء صداقة، لا تتفاعلوا. التفاعل مع منشوراتهم هذا خطأ، يرفع مستوى الخوارزميات عندهم، ترتفع نسب المشاهدات عندهم. أنتم هكذا تسهمون بشكل كبير في رفع مستوى صفحاتهم. تقول لهم طيب قد معهم جمهور أغلب جمهورهم من الشمال، قلنا عادي أبناء الشمال إحنا وياهم ما نتوافق على هذه الأمور أساسا. وإذا شفتوا الشرعبي والتعزي والصنعاني والإبي واقف معهم هذا الوقوف، فده موضوع طبيعي أساسا. عموما أنا كان في كلام كثير أشياء أتكلمه، لكن خلونا شوية شوية عشان نوصل إلى القناعات التامة. استودعكم الله والسلام عليكم.